السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. وبدل ما اطول عليكم ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بأحلى لايك وكومنت محفز. ويلا بينا. خلاص حضر الحاجة علشان كمان 3 أيام هنروح للأرض الوسطى، وهي بتفرح بتقول خلاص تمام، وبتخرج ساعتها من الباب وبتقفل الباب وراها، وهو بيكون قاعد لوحده بيقول طالما انت جيت ده معناه ان انت قدرت توصل للعالم العلوي في الأرض الوسطى، مش كده؟ وبيظهر ساعتها الراجل الأسود وبيقول ده من وقت طويل جدا أنا وصلت للعالم العلوي في المنطقة الوسطى، وفي الوقت ده أول ما دخلت العالم العلوي لأول مرة كنت أنا ضعيف جدا، وفي طائفة من الطوائف كبيرة خلتني لا أشتغل في مناغم من الأحجار، وكنت ساعتها مفكر إن أنا هموت في المناجم دي. فغاو ساعتها بيقول طب كويس، بعد 3 أيام هنروح للمنطقة الوسطى ولازم ساعتها اللي انت تروح وتشوف عيلتك. وهو ساعتها بيفرح وبيشكره جدا وبيقول شكرا جدا ليك، وهو بيقول له خلاص مش مشكلة، دي حاجة بسيطة. وبيقول في سر وهو بيشرب الشاي دي حاجة صغيرة وبسيطة جدا، ومع ذلك هتخليني شايل له جميلة كبيرة وهتخليه اللي هو يشتغل عندي كل قوته. وبعد 3 أيام في المنطقة الوسطى، ودي منطقة كبيرة جدا وفيها أكاديمية بيكون فيها معلمة لابسة أحمر وعمالة هي بتدي درس، وبتقول زي ما المثل بيقول كل شيء في السماء والأرض ليها طبيعة، وكل واحد بيتولد وهو جواه القوة بتاعته، ومع مرور الوقت بيقدر اللي هو يزود من قوته. بس بيكون في حد من الطلاب نايم، والمعلمة بتاخد بالها وبتديه وبتقول لين انت ازاي تنام في الحصة بتاعتي؟ وفي حد من الطلاب بيقول اللي انا ادرس اصلا مع واحد زبالة زي لين ده في نفس الأكاديمية، فده فعلا عار، لولا اللي هو واحد من عائلة لين القديمة ولولا اخته الكبيرة ما كانش زمانه هنا اصلا. والبنت بتقول اخوه حتى الكبير مش محظوظ خالص عشان عنده اخ صغير فاشل زي ده. والمعلمة بتقول لين هو انت سامعني ولا لا؟ ولين بيكون بيحلم وبيقول ايوه ايوه الملك، وانا عارف ان انت مش مبسوط بده. وبيقوم وهو منطور، وكل الفصل بيقعد اللي هو يضحك عليه ويقولوا له ايه يا احلام العصر دي كانت حلوه قوي كده. وهو بيستغرب بيقول له هو انتوا مين؟ انا فين؟ وواحد من اصحابه بيقول ايه ده يا اسطى، وانت نمت كتير قوي كده لدرجه اللي انت مش فاكر اي حاجه؟ احنا في المملكه الوسطى وانت في الاكاديميه، واحنا دلوقتي في نص الحصه. وهو بيقول المنطقه الوسطى المنطقه الوسطى، وبيقول في سره وهو بيضحك انا كده فهمت الملك السماوي هو ما ماتش، بس هو نقلني الجسم الواد ده. والمعلمه بترمي الورق على الديسك وبتقول هو انت بتفكر ان انت تقدر تهرب بالتمثيل بتاعك ده؟ انت لو ما وصلتش لعالم البحر الروحي خلال الشهر ده هتطرد من الأكاديمية، وعيلتك مش هتقدر اللي هي تحميك. هو انت فاهم متأكد ان انت من عائلة لين القديمة علشان تقدر ان انت تتدرب في الأكاديمية دي؟ والكل بيكون فرحان وبيضحكوا عليه وبيقولوا له هو اصلا ازاي يقدر اللي هو يوصل لعالم البحر الروحي؟ وهو بيقول انا اقدر اللي اوصل في نص يوم بس لعالم البحر الروحي ده، وهيدوس على كل الناس اللي بتتريق عليا. وعلى طول بيقوم ناطط من الشباك، وكل الناس بتكون مستغربة، والجو بيكون مليان برق ورعد في كل حتة. وهو بيكون قاعد جوه السفينة دي وبيقول تم الكشف عن ابن محظوظ جديد للسماء. وهو ساعتها بيضحك وبيقول حلو ده، وللي مش فاهم اللي حصل فتقريبا في ملك رجع تاني وعاش في جسم ولد صغير. والمفروض طبعا دي تبقى مانجا جديدة وده يكون البطل بتاعنا، بس واضح ان هو الكاتب حابب انه يكون البطل شرير وهيجيب لنا شوية ابطال كلهم نفسهم اللي هم يحطوا عليه، وخلينا نشوف اللي هيحصل. وفي مكان تاني بيكون في عدد كبير جدا من الناس متجمعين ومستغربين، وحد فيهم بيقول هو ايه اللي بيحصل هنا؟ والتاني بيقول هو ليه الشيخ الكبير جمعنا كلنا هنا مرة واحدة؟ وفي راجل عجوز بيكون قاعد وهو ماسك العصاية بتاعته بيقول النهاردة انا حسيت بهالة كبيرة جدا لواحد من اجدادنا. والناس كلها بتكون مستغربة ايه ازاي؟ والتاني بيقول هو انت قصدك عن اجدادنا اللي راحوا للعالم العلوي من اكتر من 30 الف سنة؟ والراجل العجوز بيقوم يمشي وهو مبسوط ويقول ايوه بالظبط، في واحد منهم رجع لحد هنا، واضح ان عائلة لين ليها امل ليا ترجع تاني لقوتها. وبتيجي ساعتها السفينة الكبيرة، وغاو بيقول للنظام يا نظام هو فاضل قد ايه من نقاط الحظ عند تشين؟ فالنظام بيقول له فاضل 230 نقطة. هو بيقول يعني الفرق ما بين نقط الحظ بتاعتي وبتاعته خلاص ما بقاش كبير قوي. والنظام بيقول له ايوه، ومع زيادة نقط الحظ بتاعتك فهتقل الردات العكسي للحظ. وهو بيقول في سره واضح دلوقتي ان وجودي بقى مخلي من الصعب ان عيال كلهم يكونوا في امان. هو بيطلع لوحة البيانات بتاعته ونشوف النقطة الحظ بتاعته وصلت ل 130، ونقاط المصير السماوي وصلت 100. وهو بيستغرب يقول في سره انا حظي لحد دلوقتي لسه وحش، ممكن ده يكون علشان انا الشرير. مش مهم، المهم دلوقتي اللي انا اقدر اللي اتحكم في كل الحاجات اللي هتحصل في المستقبل. وفي ولد وادي جديد ظهر ولازم لو اروح اجمع منه شويه حظ. وشين ساعتها بتنزل من على السلم وبتقول باين عليك اللي انت مبسوط النهارده. والنظام بيطلع نقط الحظ بتاعتها واللي هم بيكونوا 400 نقطه حظ،
وهو بيكون مستغرب وبيقول في سره ايه ده يا بنتي دي ازاي حظها كده بقى 400 نقطة، اكيد كده نقطة حظي بتاعتي عمالة ايه بتزيد بسببها. وهو بيقول طب خلاص كويس جدا، لا معايا واحدة زيك واقفة جنبي. وبيقول في سره البنت دي اكيد مخبية حاجات كتير انا لسه مش عارفها. وهي بتضحك وبتقول احنا خلاص كده وصلنا للمنطقة الوسطى، ايه رايك اللي انت تكلمين عن القوى موجودة؟ فهي بتقول له ماشي. المنطقة الوسطى متقسمة ل3 مناطق، المنطقة السماوية والمنطقة المركزية، ودي أحسن منطقة موجودة واللي أمير التالت موجود فيها واللي بيحصل فيها كل المؤتمرات. وساعتها على طول في خادم بيجي وبيقول مؤتمر صغير زي ده أكيد بالنسبة لك ولا أي حاجة، أنا بهزر معاك ولا اللي أنت تزعل. وهو بيقول في نفسه المؤتمر ده فيه شوية مش زبالة من العالم السفلي، ودي حاجة ملهاش أي قيمة بالنسبة لي. والناس بيكونوا عمالين يتكلموا في الشارع وفي حد فيهم بيقول هو أنت سمعت عن اللي حصل؟ في واحد من أجداد عائلة لين رجع للحياة. أنت تقصد اللي هو رجع من العالم العلوي؟ أيوه هو ده اللي أقصده. أصلا الحاجز اللي ما بين العالم ده والعالم العلوي اتقفل من سنين كتير، ازاي قدر اللي هو يعملها مش عارفين، بس الخبر ده حقيقي فهتكون حاجة عظيمة جدا. وهم بيكونوا قاعدين في المطعم وعمالين يتكلموا مع بعض، وتشين بيكون قاعد جنبهم وعمال بيسمع الكلام ده كله. وبيقول حد من العالم العلوي وكمان من عائلة لين انا لازم الاقي اجمع شوية معلومات عن الموضوع ده. والمعلمة بتقول انت لو ما عندكش اي خلفية عن مين عائلة لين دي فاحسن لك اللي انت تعرف شوية معلومات عنها عشان ممكن ان انت تستفيد من الموضوع ده في المستقبل. هو بيمسك ورقة وبيقول اهم حاجة دلوقتي اللي ادور، لازم دلوقتي اللي انا الاقي الاسر اللي انا عمال بدور عليه، وبعد كده اقدر اللي انا انتقم. وبعد شوية وقت بيكون في ناس كتير عمالين اللي هم يتجمعوا عند قصر صغير، وواحد من الناس بيقول هو ده واحد من اجداد عائلة لين، والتاني بيقول بس هو مين ده وليه لبس ابيض كده وقاعد على الكرسي ده؟ وده بيكون غاو، والشين بتكون واقفة جنبه، والحارس بتاعه بيكون واقف جنبه. والحارس الاسود ده بنعرف اسمه بيكون هابس، وبيقول له يا هابس انت ليه واقف كده؟ روح لاهلك. هو بيقول له لا مش هينفع ان انا امشي واسيبك لوحدك حتى لو كان على حساب سعادتي يا سيدي. وتشين بتقول بصوت واطي انا ما كنتش متوقع ان في واحد قوي زي ده هيكون مع غاو. والحارس بتاعه بيقول دي حاجه متوقعه من واحد قوي قوي زيه. وفي واحد من الناس بيكون مستغرب وبيقول في سره هو ازاي واحد من اجدادنا شغال عند الواد ده؟ والناس كلها بتكون مصدومه. فغاو بيقوم ويقول خلاص تمام طالما انت مش عايز تمشي انا هاخد تشين واروح اتمشى معاها. وكل الناس بتحييهم بس هم بيمشوا ساعتها بسرعه كبيره جدا. والراجل لابس احمر بيقول شيء انت عارف المنطقه كويس اوي، روحي وتمشي معاهم وعرفيهم الطريق. ودي بتكون المعلمه وهي بتقول حاضر انا هروح حالا، وعلى طول بتطلع تيجي وراهم وبتقول انا هي شيو ومبسوطه ان انا قابلتك. هو بيبص وبيقول لها شيو اسم حلو. بيشوف نقط الحظ بتاعتها بتطلع 200 نقطه وهي بتشكره. وهو بيقول لها خلاص تمام انا دلوقتي هطلب منك اللي انت تعرفين الطريق. وهي بتضحك وتقول له حاضر طبعا تمام. ولين بيحط ايده على قلبه وبيقول في سره هو انا ليه قلبي وجعني كده مره واحده؟ هو ده ممكن يكون بسبب ان صاحب الجسم ده بيحب اخته قوي. انا هو الملك السماوي وانا اقدر ان انا ادمر الكون ده كله، ما ينفعش لا اخلي حاجات زي كده تاثر فيا. بس هي البنت دي معاها الجسم التسعه الكامل، هي تقدر ان هي تساعدني ان انا اتطور بسرعه كبيره جدا، وكمان هتساعدني ان انا اقدر ان انا اساعد شيطان القلب بتاعي. وجسم التسعه الكامل ده اي حد يتدرب معاها يقدر ان هو يتطور بسرعه كبيره جدا. وهو ساعتها بيضحك بمنتهى الخبث وبيقول في سره انا فعلا ما كنتش متوقع ان واحده جميله زي دي هتقدر ان هي تكون مع الواد ده فعلا محظوظ قوي، بس للاسف كنز كبير قوي زي ده وقع تحت ايدين واحد ما يستاهلوش. وغاو بيقول في سره انا كنت مخطط ان انا اخرج وادور على ابن السماء الجديد ده، بس ما كنتش متوقع اللي هو اللي هيجي لي لحد عندي. وبيشوف ساعتها نقط الحظ بتاعته بتطلع 500 نقطة حظ، بس انا لحد دلوقتي لسه ما عملتلوش اي حاجة. انا ليه حاسس اللي هو كده بيخطط لي حاجة وحشة، واللي هو كمان عايز يكون عدو ليا. وبيبص على نقاط الحظ بتاعت المعلمة وبيقول ممكن يكون كل ده بسبب البنت دي، وبيضحك وبيقول عموما مش مشكلة. وبيقول في سره انا اتمنى بس ان انت تعيش لفترة طويلة وكل واحد فيهم بيكون باصص للتاني، وهنشوف مين اللي هيكسب في الحرب دي، الامبراطور السماوي ولا الشرير بتاع قصتنا. وهما بيكونوا ماشيين فهو بيسألها عنه، فهي بتقول له اللي هو تدريبه متأخر ومش نافع في حاجة. فهو بيقول لها انت ليه بتقولي عليه كده؟ فهي بتقول له الكل عارف اصلا الموضوع ده واللي هو مش موهوب خالص من ساعة ما اتولد، انا حاولت كتير ان انا ادافع عنه بس ما عرفتش اعمل اي حاجة. وهو بيرد عليه ويقول لها هو ده اكيد الموضوع صعب جدا عليه بس هو محظوظ اللي هو معاه واحدة حلوة زيك تحميه. فهي بترد عليه وتقول له ليه بس هو طول الفترة اللي فاتت بدأ اللي هو يتدرب كويس. فهو بيضحك ويقول يعني هو الفترة اللي فاتت بدأ اللي هو يتدرب، وبيقول في سره
عنه، يعني هو في أيام قليلة اتغير مرة واحدة وبانت عليه القوة ومهاراته اللي قوة جسمه بدأت اللي هي تظهر، أو مثلا اللي هو واحد تاني وقدر اللي هو يرجع للماضي وعشان كده بقى قادر اللي هو يطور من نفسه، فعشان كده بقى عنده موهبة كبيرة جدا وهي بتتم وتقول. ومش بس كده، ده غير اللي هو بقى بيتطور بسرعة، ده بقى عنده موهبة كبيرة جدا في الكيمياء لدرجة اللي هو ادى شوية ملاحظات وحاجات تساعد الشيخ الكبير بتاع الكيمياء بتاعنا مع انه كان متخصص في العلاج. طالما هو اتغير كايب انت اكيد قدرت اللي انت تنصحيه وتفوقيه من الغيبوبة اللي هو كان فيها، وبالرغم من اللي انت كنت قاسية معاه بس انت اكيد كنت بتعملي كده عشان مصلحته. وهي بتكون مستغربة من كلامه ده وبتقول في سرها هو الراجل ده بجد ولا ايه؟ انا ما كنتش متخيلة اللي هو يفهمني كده، علشان اصلا تين ما كانش فاهم كل اللي بحاول اعمله له وبيمشي ساعتها على الجسم. وهي بتقول في نفسها غير ده باين عليه اللي هو كويس وعامل زي اللؤلؤ اللي كان مليان تراب ولسه باين لي دلوقتي. وهو بيقول هو فعلا ما كانش عارف اللي هو يوصل لعالم البحر الروحي، بس هي فجأة بتستغرب من كلام غاو وبتقول في نفسها هو قدر اللي هو يوصل في يوم واحد لعالم البحر الروحي وكمان بيستخدم الكيمياء في العلاج. هو ممكن يكون في طرق قديمة لعائلة لين وهو عارفها. وهي بتكون عمالة بتفكر في الموضوع ده وهو بيضحك وبيقول في نفسه الواضح اللي هي دلوقتي فهمت حاجة وانا هقدر لا اتعامل مع الواد ده بسهولة اكتر ما انا كنت متخيل. والنظام ساعتها بيطلعوا اللوحة إذا قمت بإنزال نقاط الحظ الخاصة بابن السماء إلى صفر فالنظام سيتم بمكافأتك مكافأة كبيرة. وهو بيستغرب وبيقول مكافأة كبيرة؟ أنا مش عارف أنا هقدر أستفاد من المكافأة دي ولا لأ أصلا. وبيكونوا ماشيين هما التلاتة وبعد ما بيخلصوا مشي بيجي الليل وشيرو بتروح تخبط على البيت بتاعهم وشين هي اللي بتفتح لها الباب وهي بتقول لها انا عملت لكم شويه اكل ممكن اللي تاخدوه، فهي بتقول لها شكرا جدا ليك يا شيتي وصلتيه بنفسك. وبتبص كده في البيت وبتحاول اللي هي تشوف غيره بس بتسيب الصينيه اللي عليها الاكل وبتقول انا هسيبكم بقى دلوقتي علشان ترتاحوا وبتمشي. وشين بتقول في نفسها البنت دي من ساعه ما ظهرت وانا حاسس اللي هي بتحب غاو. وساعتها غاو بيجي ويقول ايه وانت بتغير عليا ولا ايه؟ فهي بتغمض عينيها وتقول مش لازم تركز في الموضوع ده، انا عارفه ان انا كده كده مش هكون اعرف ارضيك ومش مهم اذا كنت بغير ولا لا. او بتخش جوه البيت وبتقول عموما انت لو عايزها وبتحبها تقدر اللي انت تروح لها مش هتفرق. وهو بيقول لها من امتى وانت بتكدبي عليا؟ وهي بتكون ماشيه لوحدها في الشارع بس ساعتها في حد بيندى عليها وده بيكون بين. وهي بتقول له هو انت بتعمل ايه هنا؟ فهو بيقول لها انت بتعملي ايه في وقت متاخر زي ده؟ انت اكيد رحت علشان تشوفي غيره مش كده؟ فهي بتستغرب ساعتها من كلامهم وبتتضايق وبتيجي اللي هي تمشي وتقول دي حاجه اصلا ما تخصكش خليك في حالك. وهو ساعتها بيمسك ايديها وبيقول لها الراجل ده مش كويس بلاش اللي انت تخليه اللي هو يضحك عليكي. وهي بتتضايق وبتقول انت بتقول ايه؟ هو اصلا محترم جدا انت مالكش دعوه بالحوار ده، انت لو كان عندك 1% بس من اخلاقه كنت احب اللي انت تكون اخويا. هو انت ازاي غبيه كده؟ انت مش قادره ان انت تشوفي حقيقه الواد ده؟ فهي بتقول انت اصلا كنت بتتصرف بطريقه غريبه الفتره اللي فاتت حتى لو كان هو مش وحش او وحش انا اعمل ايه؟ هو قوي كده كده. وبتسيبه وتمشي وتقول احسن حاجه تعملها اللي انت تخليك في حالك وما تتدخلش في حالي. وبتقول في نفسها لين عارف اللي هو يتطور جدا طول الفتره اللي فاتت وكمان الهالة بتاعته بقت قوية. بس أنا نسيت اللي أسأله هو إزاي قدر اللي هو يتعلم الكيمياء ويعمل كمان علاجات. أنا حاسة إن في حد قوي جدا عمال اللي هو بيدربه وبتلف علشان تشوفه بس هو حرفيا يكون اختفى من المكان. والنظام بيطلع لوحة الغاو بيقول له إن شيو بتشك في لين واللي هو خسر 50 نقطة حظ واللي أنت كسبت 250 نقطة مصير سماوي. وهو بيضحك وبيقول في سره كده الموضوع ماشي حلو قوي والدنيا ماشية زي السكينة في الحلاوة. بس لين مش هيسكت أكيد كتير ويبدأ اللي هو ينكش فيا. وساعتها على طول لين بيكون قاعد في الغابة وبيقول أنا كنت مستني اللحظة المناسبة علشان أقرب من البنت دي بس الواد غاو ده واضح اللي هو كمان عاوز اللي هو يقرب منها والموضوع ده بقى مضايقني قوي. هو كده أكيد اللي بقى بيدور على موته. أنا دلوقتي هقتله وهستخدم 8 أنواع من الدم و3 أنواع من عظم الحيوانات وكمان هضحي ب15 سنة من حياتي علشان استخدم قوة عظيمة للسماء والأرض وادمج الاتنين دول علشان اعمل الهجمة اللي انا عاوزها. وبيبدأ اللي هو يستخدم التعويذة دي وبيرسم تعويذة سحر على الارض وبيخرج منها كمية كبيرة جدا من الطاقة وبيقول دي تعويذة الشيطان السماوي. وحرفيا بتطلع قوة كبيرة جدا من التعويذة دي لدرجة اللي هي بتوصل للسما وبتبدأ اللي هي تروح على طول للمدينة. وبيبان عليه ساعتها التعب قوي بيقعد وبيسند على شجرة وبيقول انا كنت متردد علشان استخدم التعويذة دي بس حتى لو اضحي ب15
15 سنة من حياتي، أنا لازم اللي أتصرف. أنا إيه دي للاسف كانت نهايه الفيديو بتاعنا، فما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم الفيديو الجديد اول ما ينزل، اللي هو هيكون بكره ان شاء الله طبعا، وتدعمونا باحلى لايك وكومنت محفز عشان تساعدونا في اللي احنا نكمل تنزيل. وصلوا على النبي، وكان معاكم ميدو احمد، سلام.